اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من سلسله ما تتخضش وانت داخل على جواز. زي ما انت شايف كده انا قاعد على كرسي عليه كيس. اول فتره في الجواز هتلاقي ان حياتك كلها عباره عن اكياس، الكنبه عليها كيس، الكرسي عليه كيس، الليزي بوي جوه عليه كيس. انت هتعيش في وسط اكياس، خصوصا لو انت شقتك اللي هتتجوز فيها هي شقتك اللي كنت فيها ايام ما كنت لسه بطولك. اول جزء في سلسله ما تتخضش وانت بتجهز للجواز، ما تتخضش من المسميات ورايك مش مهم. مثلا دي ترابيزه سفره جديده، كان عندي ترابيزه خشب احلى منها، ولكن هي عايزه الترابيزه اللي عليها ازاز، والازاز 20% فميه عربيه مش مهم، رايك مش مهم، هات اللي هم عايزينه احسن لك. كنت قاعد على هذا الكرسي المتكيس وجنب ريم صاحبتي، هي خطيبتي، صاحبتي ما ينفعش تتقال خلاص، ومامتها كانت موجوده. ففجاه ريم بتقول لمامتها: ماما انا عايزه اجيب رانر ازرق. مش افيه، انا اول حاجه جت في بالي بيبسي مان بتاع البلاي ستيشن، اي شاب هيبقى عارف بيبسي مان كويس. وقعدت افكر بيني وبين نفسي مين الازرق اللي هي عايزاه يقعد يجري ده. يعني انا بالنسبه لي رانر يا اما حد بيخلص ورق يا اما جراي حد بيجري. وليه ازرق؟ والانيل ان مامتها ما استغربتش، يعني رانر نجيب رانر ازرق حلو. وانا قاعد جنبهم: ليه ما انا عندي بلاي ستيشن 4 جوه بفكر اجيب الفايف وانت مش موافقه. انت ليه مش موافقه اجيب بلاي ستيشن 5؟ انت هو انت ابويا؟ ايه المشكله لما اجيب بلاي ستيشن؟ حتى اجيب لك الرانر الازرق. طلع في الاخر يا سيدي الفاضل عندنا حاجتين: ده اسمه مفرش، والرانر هو عباره عن مفرش زي ده بس مقصوص من الجنبين، فبيبقى عامل كده اهو. فلو حد قال لك كلمه انت مش عارفها اصبر، هتفهم وكده كده هتدفع. اهلا وسهلا بيكم في تاني حلقه من حلقات ما تتخضش وانت داخل على جواز وما تتعشمش. الاسبوع اللي فات كنا بنجهز الشقه خلاص لان فرحنا ان شاء الله قرب، بنجيب اطقم الصيني والكوبايات والمعالق واللازم منه، واذ بابو ريم خطيبتي داخل علينا بشنطه سامسونايت جلد اسود. هجيبها لكم الشنطه الجميله دي. مع دخلته عليا بالشنطه الجميله دي انا قلت بس هم حسوا بالصرف، وحسوا بقد ايه احنا كجيل متداس على وشه، وقد ايه احنا كجيل محتاج مساعده. وهو الراجل ستايله وقلت يمكن قديم شويه، فجايب الفلوس اللي هيساعدني بيها في شنطه سامسونايت. او مثلا دي فيها عقد املاك، همتلك شركه. انا قلت بس انا هبقى دراعه اليمين، ده رزق وجاي، ده رزق الجواز، الشنطه دي رزق الجواز. حطيت الشنطه جنبي، قلت له: يا عمو ملوش لازمه، لا ما تتعبش نفسك يا عم، والله العظيم الحمد لله مستوره. وبقولها والدمعه على عيني لاني كنت بدفع فلوس شهر العسل. ريم فتحت الشنطه، فيها حاجه هجيبها لكم: معالق وشوك. شنطه جلد سامسونايت فيها معالق وشوك. انا بس بحاول اتخيل شكل الحرامي لو كان مثلا خطفها منه وافتكر فيها فلوس وروح بيته لقى فيها معالق وشوك. ليه تتحط المعالق والشوك في شنطه سامسونايت جلد؟ ليه تعشمني وتخلى بيا؟ انتوا المعالق دي خدتوها في صفقه، خدتوها في مزاد، كفايه تعشمني وتخلى بيا. اديني خدت الشنطه فاضيه بحط فيها ورق المهم عشان احس بس ان انا استفدت من المعالق والشوك دي. حاجه نصيحه لاي حد داخل على جواز: ما تتعشمش وما تستغربش، امشي مع التيار، شوف التيار ماشيك ازاي وامشي معاه. اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الثالثه من سلسله ما تتخضش وانت داخل على جواز. انا عايش لوحدي بقالي 10 سنين، عندي اوضه، عندي دولاب، عندي كل حاجه في الدنيا اشيل فيها حاجاتي زي ما انا عايز. لما اي بنت بتدخل حياتك والموضوع يبقى نازل في زحليقه الجواز، الموضوع بيبقى مرقف احتلال اكتر مما هو قصه حب انت بتعيشها. حاليا عايز اقول لك ان انا اسمي وليد مصطفى، امتلك في غرفتي حاجه واحده بس، هذا الدرج الجميل في التسريحه. تسريحه فيها كام درج؟ 6. هذا الدرج الجميل. وفي الدولاب ليا الحمد لله ربنا كرمني بعد نزاعات بمازوره كامله طولها حوالي 1.5 متر، بعلق فيها تيشيرتاتي وقمصاني. هدومي الداخليه هعمل فيها ايه؟ جابت لي ديفايدر ارص فيه في الدرج عشان بقيه الدرج يفضى. مسموح لي في اوضه كامله انا اللي شاريها، في شقه انا اللي جايبها كنت عايش فيها لوحدي، بهذا الديفايدر الجميل وهذا الدرج الوحيد من التسريحه، مع العلم انه والله خدته بخناقه. هرمي فيه محفظه، بيرفيومز، موبايلات، ساعات، شواحن. انا ممكن انام بسيفي جوه، انا لو تعبت نفسيا بسيفي هروح داخل ونايم جوه كده. وعايز اقول لك ان الدرج ده ترتيبه في التسريحه اخر واحد، يعني لازم انام على بطني عشان اطلع محفظتي وانا نازل. والغريب في الموضوع ده النورماليزنج، يعني انت تيجي تكلمها، تكلم مامتها، تكلم صاحباتكم، تكلم صاحباتها، تكلم اخواتك البنات، ده نورمال يا وليد. يعني هي عندها حاجات كتير، ليه محسسني ان انا عباره عن دبه كوالا في جنينه الحيوانات؟ ممتلكاتي هو طبق بيحطوا لي فيه ميه واكل، ما انا انسان برضو عندي حاجات كتير. هل تعلم عزيزي ان انا ليا كرسي في ترابيزه السفره ممنوع اروح في كرسي تاني لان انا بهطل وانا باكل؟ هل انت عارف كده؟ انا واخد اغمق كرسي عشان ما يبانش عليه تهطيلي في المكرونه وانا باكل. انا فاقد الثقه، وثقت فيا ان انا اخدها كلها في حياتي، لكن مش واثقه فيا ان انا اقعد على كرسي في ترابيزه سفره. وعشان تجبر بخاطري، عارفه ان انا بحب المجات، لمت لي كل مجاتي في كرتونه جزمه تمبرلاند قديمه، بس الكرتونه نظيفه بصراحه. قالت لي: بص مجاتك اهي، هحطها لك بقى في الضرفه دي في المطبخ، مجاتك بقى. وطلع الموضوع في الاخر عشان ما اقربش من المجات بتاعت الضيوف ليهم مجات وانا لا. ما تتخضش وانت داخل على جواز.